السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير جميعا، تحياتي لكم. يوم أمس سنقرأ نتائج التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال 2026 بمناسبة تأهل المنتخبين الهولندي والألماني. فوز المنتخب الهولندي أمام المنتخب الليتواني ب4 أهداف مقابل لا شيء، وكان يعني حتى عندما تعادل أمام المنتخب البولندي في العاصمة البولندية وارسو، الأداء كان أفضل من أداء في مباراة الذهاب في مدينة روتردام، عندما تعادلوا أيضا بهدف لكل منهما قبل 3 أشهر. بالعكس، الأداء الأسبوع الماضي أمام بولندا الخصم الرئيسي كان أفضل، و يعني تحسن نوعا ما. ننتقل للمنتخب الألماني. الناس توقعت أن سلوفاكيا راح تتأهل كأس العالم مباشرة، المنتخب الألماني حينهار، المنتخب الألماني إلى الملحق. لا يا عمي، المنتخب الألماني منتخب كبير. انسوا لي خسارة الذهاب، سبحان الله فعلا كما كنت متوقعا. فاز نتيجة كبيرة ب6 أهداف مقابل لا شيء. سنقرأ من سجل أهداف المنتخب الألماني. نيك فولدميت، هذا نجم جديد، لاعب نادي نيوكاسل يونايتد إنجليزي. نيك فولدميت نجم المستقبل. ولاحظ الهدف الثاني سيرجي جنابري. أول هدف نيك فولدميت في الدقيقة 18، سيرجي جنابري في الدقيقة 29، ليروي سانيه في دقيقتين 36 وال41. أنهوا الشوط الأول برباعية نظيفة وقضوا على أمال سلوفاكيا نهائيا. الشوط الثاني ريدل باكو الهدف الخامس. الهدف السادس ودوريغو أحرز الهدف السادس. اكتساح ساحق للمانشافت، وعاد إلى حجمه الطبيعي منتخب سلوفاكيا. صحيح فاز على أرضه في العاصمة السلوفاكية براتسلافا، لكنه رجع إلى أرض الواقع بسداسية نظيفة. فوز منتخب أيرلندا الشمالية بهدف قابل للشيء في العاصمة بلفاست بركلة الجزاء. ننتظر نظام دوري أوروبا، لعله يلعب في بلاي أوبس. منتخب أيرلندا الشمالية سوف يحدد إن شاء الله غدا. سنقرأ من هم أسماء المنتخبات الأوروبية التي ستلعب في البلاي أوبس، إلى جانب المنتخبات 12 الذي ستتأهل كمراكز الثانية. وفوز المنتخب الكرواتي في مدينة إدغوريكا المونتنيغرية على حساب الجبل الأسود 3 أهداف قبل هدفين، قلب الخسارة النهائية إلى 3، مع أن المنتخب الكرواتي لم يجد في اللعب، لكنه قرر أن يرجع ويهزمهم في عقر دارهم. فوز منتخب جمهورية تشيك بسداسية نظيفة أمام جبل الطارق المتواضع. وكادت أن تحصل أمس مفاجأة من عيار ثقيل بين المنتخبين البولندي والمالطي. فوز متأخر لا يجدي ولا نفعا للمنتخب البولندي ب3 أهداف قبل هدفين في مدينة تيجاني العاصمة المالطية. يعني أداء البولنديين لم يرتقي إلى المستوى المطلوب في المباراة الأخيرة أمام منتخب مالطا، على الرغم من وجود روبرت ليفاندوفسكي وتشيتينسكي أيضا لاعب بنادي ليفركوزن الألماني، لم يقدموا مستويات المنتظرة منهم. سنرى من سيلعبون في البلاي أوفس الملحق. يعطيكم العافية شباب.